انا وانا صغير كنت لما بتسال السؤال ده ما كنتش بعرف اجاوب، لان ما كانش عندي يعني ما كانش في حاجه في دماغي اللي هو عاوز اشتغل ايه، ما يعني ما. وبعد كده لقيت ان السؤال ده بيتسال في المدرسه على طول، فقررت الاقي له اجابه. وانا بحب انتخ قوي، فقعدت ادور في كل المخزون اللي حواليا يعني ساعتها، فلقيت ان في مهنه لذيذه جدا جدا جدا، واحد بيعيش في قصر وبياكل وبيشرب وبتاع، اللي هو السفراجي. والله العظيم راجل لابس جلابيه وكرسيه وما بيعملش اي حاجه، والله العظيم هو لابس جلابيه كده وقاعد، وبعدين هو حتى ما بيطبخش، هو بيغرف الاكل. يعني ده الوحيد اللي ممكن يغرف لمديره عادي جدا ومفيش مشكله، عادي الموضوع لذيذ قوي. وبعدين قلت طيب انا علشان اشتغل سفراجي لازم ابقى راجل اكاديمي، لان انا هشتغل عند ناس في قصر، فاكيد هيبقى طالبين ناس بمواصفات معينه. فدخلت كليه سياحه وفنادق، وساعتها انا فاكر قابلت اول ما دخلت ولد من بتوع الاسر اللي هم بيستقبلوك دول في الاول، اللي هو تعرف بنات يعني كده دول. فقلت له والله يا باشا انا عايز اشتغل سفراجي. قال لي لا ما بقاش في سفراجي دلوقتي، بقى في ووتر. وبجد قال لي كده، انا مش بهزر، قال لي ووتر. فانا حسيت ان ده، قلت له المهم شرح لي، فطلع قصده ويتر. قال لي بقولها بريتش، هو حب يلحق الموقف يعني. وبعدين كنا بنعمل كده في الشغل، اللي هو انت بقول حاجه بلاقيها مش، يقول لهم لا ده بريتش. فقلت خلاص انا هشتغل. وبعد كده قالوا لي طب يا معلم انت علشان تبقى سفراجي مخضرم لازم تبدا الموضوع من تحت كده. طيب اعمل ايه يا جماعه؟ فراحوا قالوا لي انت المفروض تشتغل في مطعم. حلو جدا. فرحت قلت للراجل هشتغل ويتر. قال لي ويتر؟ هي بسهوله كده؟ ده سلك وظيفي كبير قوي، الويتر ده حاجه عاليه جدا، ده بتاخد اوردرات. طب اعمل ايه؟ فخيروني، قالوا لي في شغلانه اسمها باك اريا وفي شغلانه اسمها دبرساج. فانا حسيت ان خليني في الخطوط الخلفيه في الاول، بلاش فتحه صدر، واشتغلت باك اريا. طلع انا كنت فاكر ده حاجه مهمه. الباك اريا ده طلع ايه؟ الباك اريا ده اللي بيغسل الصحون وبيعمل كده وبتاع. فقعدت اغسل 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 اغسل، الموضوع صعب جدا والحياه ما بتنتهيش. وبعدين احنا كان المطعم بيجيبوا مثلا 10 في اليوم، انا بغسل 200 طبق، فهم بيبعتوا يجيبوا مواعين من عندهم، او انا مش عارف في ايه يعني، مش عارف. وبعدين يقول لك التبس ما فيش، والله معلش هم 4 جنيه. طب يا جماعه بغسل 200 طبق ليه؟ ما هو انتوا بتعملوا ايه؟ فقعدت اشتغل فتره طويله جدا، يومين. وبعد كده قلت لا انا زهقت جدا، فقلت هشتغل دبرساج. والله قلت انا رايح بواسطه، خد بالك انا اشتغلت باك اريا ده بواسطه، مش العادي كده. فرحت بقى للراجل قلت له لا حضرتك انا مش عايز باك اريا، دي اصلا معناها الحته اللي ورا. اروح اتقدم لواحده اقول له ابوها انا شغال في الحته اللي ورا؟ لا.